قال جحافي ذات نهار إن في ناس بتحب تفضح نفسها بنفسها وبتنشر فيديوهات ليها وهي بتعصي ربنا وفيديوهات ليها بعد التوبة على أساس إنها كده بتشجع الناس على التوبة. يعني في ترند انتشر الفترة الأخيرة أغلبكم عارفينه، وهو عبارة على إنهم بيجيبوا فيديوهات ليهم وهم بيعصوا ربنا وفيديوهات ليهم بعد التوبة على أساس إن كده بيشجعوا الناس. يعني بس أنا عندي سؤال بسيط، هو إحنا بجد بقينا ننزل ذنبنا للعالم كأنه ترند؟ معلش ليه أصور نفسي وأنا بعمل معصية وبعدها أقلبها فجأة للقطة إني اتغيرت؟ يا جماعة التوبة مش محتاجة مونتاج، ومرادات ربنا مش محتاجة ترانزيشن. ربنا سبحانه وتعالى ستار وبيخبي ذنبك وبيحب التائب، وزي ما أنت عارف التائب من الذنب كمان لا ذنب له. طيب لو ربنا بيستر إيه اللي يخلينا نفتح الستار بإيدي؟ عارفين المشكلة فين؟ إن ربنا بينسى ذنبك وبيبدله حسنات، بس البشر فاكرة وبترغي ومش هيسيبوك، هيفضلوا يعايروك بحاجة انت نفسك تبت عنها وبكيت عليها بينك وبين ربك. فليه اشارك ذنبي معاهم؟ وليه اعلق عار على بابي بايدي؟ وليه ادي فرصة لحد يشاور عليا ويقول ده اللي كان بيعمل كذا؟ ولو افترضنا يعني ان الناس اللي بتعمل الترند ده بتشجع غيرها على التوبة، فاحب اقولك ان اللي قتل 99 واحد ما قصرش. انت مهما عملت من ذنوب مش هتعمل قده، والقصة دي زي ما انت عارف اشهر من نار على العلم، فيكفي ان الناس تتشجع بيها. التوبة الحقيقية مش محتاجة جمهور ولا محتاجة لايكات ولا محتاجة انك تحول ذنبك لقصة ملهمة. التوبة سر بينك وبين اللي خلقك وبينك وبين باب عمرك ما هتلاقيه مقفول، هو باب الرجوع لربنا. فاللي بيعمل فيديوهات كنت بعمل ذنب وبعدين بقيت شخص تاني، ايوه الحمد لله انك اتغيرت، بس التغيير الحقيقي مش معناه انك تفضح اللي ربنا ستره. احنا مش مضطرين نعرف الماضي ولا من حقنا نعرفه، وربنا مش طالب منك تعرض سجلك، ربنا طالب منك تتوب وتكتم. ولو الترند بيقول اني راحل مدبر، فخلي راحلك صامت ورجوعك لربنا سري وتوبتك بينك وبينه، وتعلموا تسيبوا ذنوبكم في المقابر اللي ربنا دفنها فيها وما تطلعوهاش بايديكم تاني. سلام.